جدا، وكأن مكافأة ربانية لياسر ابراهيم. يعني يبقى سبب الانقاذ للاهلي الماتش اللي فات قدام سيراميكا في الدقيقه 96 نفس الدقيقه، وسبب الفوز النهارده للاهلي برضه في نفس الدقيقه في 96 في اسيست رائع جدا جدا لياسر ابراهيم. الحقيقه الاهلي عامل نتائج ممتازه جدا، ودي شخصيه وهويه لا يملكها الا الاهلي في المنطقه كلها، وتحديدا في الدوري المصري. عليك ان تعرف او تعلم ان الاهلي في الخمس مباريات الاخيره مكسب ب 15 نقطه، ما حصلتش من اول موسم حتى للاهلي نفسه. اوكي، يعني بداها مع بتروجيت والحرس والمصري وسيراميكا والبنك الاهلي، خمس انتصارات ورا بعض. هل ده تقدر تقول هو ده الفرق ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، لان لما كلاهما اتحط تحت الضغط ده واحد عرف يركز والتاني فلت منه التركيز؟ طبعا الامطار الاخيره وهويه الفرقه وشخصيه اللعيبه والاحساس بالمسؤوليه والاحساس بالجماهير اللي موجوده وطريق واحد بس ما فيهوش تاني، طريق واحد. هي بطوله الدوري، ما عندكش طريق تاني. خرجت من افريقيا، يعني اداء ما كانش احسن حاجه في الدوري في البدايه، لكن 5 مباريات فيهم روح الاهلي. يعني حتى وان كان الاداء مش احسن ما يكون، مش افضل حاجه واحسن حاجه. والقعده اللي فاتت ابراهيم لو انت فاكر قلت لك ما تستناش اداء جامد قوي، لان انت بتتكلم دلوقتي على دوري وحساباته، عايز تكسب عايز تكسب، فخايف من الباص وخايف من الهجمه من الهجمه المرتده والدقائق الاخيره. لكن مبروك للاهلي. لكن اتفق مع كابتن هاني طبعا، لسه في مباراه فاركو، التعادل يكفيك، لان بيراميدز هيبقى مطالب ب7 اهداف سيراميكا، وده يعني رقم صعب جدا يعني. لكن عليك الحذر لان الكره فيها كتير يعني. بس مش لدرجه انه يكسب سيراميكا 7. لا انا اقصد ان انت تكسب. لا النادي الاهلي لازم يكسب يعني. يعني عنده عايز نقطه. بالظبط. عايز نقطه. ماشي.